السلام عليكم. حلقتنا النهاردة على الشيف براك. هو دي حلقة كده على مسيرة الشيف براك، طباخ تركي تعلم الطبخ من أبوه. يعني أبوه كان طباخ، ولده تعلم الطبخ من أبوه. سواء الابن ده يعني فكر في الموضوع وكبر المشروع بتاعه، يعني سافر يتعلم، رجع بلده تاني، فتح له مطعم اشتغل فيه، بدأ يصور بالتلفون لحد ما بقى معاه فروع ومعاه محلات كتيرة، واتشهر بالفيديوهات اللي هتشوفوها ديات اللي شيف براك. المهم النهارده الحلقة شيف براك. Lütfen imkanı olan kimse esirgemesin yardımını. Gerçekten halen gıcık altında insanlar var ve gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor, bir şey yapamıyoruz. Sadece paylaşım yapabiliyoruz. Lütfen herkes elinden geleni yapsın. Ama şu anda yardım tırları ayarladık ve yola çıkacağız. Elimizden ne gelir? المهم راح يا من كم يوم طلع فيديو هو يبكي لو شفتوه دلو، ويقول يعني إن أبوي باع لي كل حاجة، خسرت كل حاجة، أبوي نصب علي. المهم يعني شفت محلاته كلها أبوه بحاله وخسر كل حاجة. شيف براك انت لو شوف طبخه يعني حاجة من الآخر. أوريك فيديو تاني هو طبخه شو زي ما شفت هيك. يعني انت شفت حد هنا يطبخ زي كده. شاف هو تمكن في صناعته، تمكن في كل حاجة هيعملها، عارف نفسه هيعمل ايه، اشتهر وعلى طول ضاحك يعني في الفيديوهات. سبحان الله فيه يعني فيديوهاته الآخر هيعملها. يعني عنده على الانستغرام 50 مليون متابع، عنده على التيك توك عنده 70 مليون متابع. وتخش وتأكد انت براحتك، اكتب الشيف براك وهيطلع لك كل حاجة، واكتب يوميات واحد مصري هتطلع لك كل فيديوهات انا. اوعى تنسى الانستغرام بتاعي تخش عليه تشيك عليه تشوف ايه اللي فيه. وبيقول يس ميكروفون 6 and complex Çünkü boss hepsinin host Das was sagt der contest وبيقول يس ميكروفون 6 and complex انت شوف اقل حاجة هو هيقلب الطاوة بتاعته الصينية. يعني شوف كبيرة هيقلبها كيف. يعني دي حاجة مش طبيعية. يعني خلاص هو حب الشغلانة بتاعته وكمل فيه، استناش حد يقول له لا وايوه. استاذ اسماعيل، اول شيء حابين نسالك، حضرتك يعني كنت سنده الاول لبوراك وخليته يدخل على المطبخ ويتعلم، لانه مثل ما بنعرف انه المصلحه متوارثه عندكم. براق من 14 سنه كان يروح المدرسه ويجي لعندي على المطعم. 14 15 سنه دخل المطعم وما بقى قدرنا نشيله من المطعم، وهو الساب المطعم. واكثر الايام مش بيشتغل متاخر وبينام بالمطعم كمان. يعني مزبوط، بس كنا عم نشوف انه عم بينام بالمطعم وهودي الامور. بعض الاحيان ما بيقدر بيروح على البيت بيتاخر كثير، بكون نام هونيك، ومحب المطبخ كثير، ما محب يطلع من المطبخ خالص. هيك حب الشغله والناس حبوه كمان، وهو بحب الناس وبحب الاطفال، بحب الناس الكبيرين هيك. وهو ديت اللي ابو الشيف براك قاعدين هو والمذيعة. هو دي ابوه. انا ابوه دي كان شغال في محل، يعني كان شغال فتح له محل كده شغال فيه. طبعا لما الولد يتعلم الصنعة من ابوه، تعلم خرج
سافر دي، فتح، كبر لحد ما بقي حادي مش طبيعية. هو يعني تعلم الحاجة دي من هو وعنده 14 سنة 15 سنة زي كده، وبدأ هو أبو الشيف براك وضد الشيف براك كانوا برضه يعني شيف. أبوه كان شيف وضده كان شيف، هم الثلاثة يعني تحت بعضيهم طباخين. طبعا بعد ما أبوه نصب عليه وخسر كل حاجة، الشيف براك فضلش غير معاه محل واحد، اللي هو المحل اللي شفتوه في الفيديو. مفيش غير هو دي اللي فضل معاه. مش عارف هذا هيطبخ تاني وهيكمل في المسيرة بتاعته ولا هيطلع. إن شاء الله بس يكمل، مفيش حاجة توقفه. بس وهذا هي كانت مسيرة الشيف براك، وأبوه نصب عليه خلاص وخد كل حوايده أملاكه، باع له كل حوايده. فمش عارف إن دلوقتي الشيف براك هيرجع تاني للطبخ وفيديوهاته ولا إيه. وأحب أقول لك اشترك في القناة، ولا تنسى الانستجرام تروح تشيك عليه كده وتعمل لي متابعة هناك. والسلام عليكم. عايز تشوف فيديوهات الباقي اكتب يوميات واحد مصري، هطلع لك كل فيديوهاتي أحب أعطيها. باي باي.